الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. نشكرك يا ربنا ولا نكفرك ونخلع من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله ناصر أوليائه ومذل أعدائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا من فاق العالمين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من عجائب وغرائب هذا الزمان أن تجد أعداء الإسلام يحاربون الإسلام والمسلمين بأسلحة خفية، فلم يعد كما كان في الماضي، فإن الحروب الآن أصبحت حروبا فكرية. كيف أقتلك فكرا، كيف أهدم عقيدتك وأنت لا تدري، كيف أجعلك مسلما بلا إسلام، كيف أجعلك حاملا للقرآن وأنت لا تعرف شيئا في القرآن. وإن الأعجب من ذلك أن تجد المسلمين يحاربون بعضهم بعضا بأسلحة خفية، فلم يعد كما كان في الماضي رجولة المواجهة وجمال المكاشفة وحلاوة العتاب وجمال صفاء القلب ونقائه. كان من قبل حين يتقابل المتخاصمين فيتعاتبان أو يتصافيان هنا تزول العداوة، أما أن يصل الأمر بنا أن يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ من ورائك كما يروغ الثعلب، فهذه حروب خفية لا يمكن لإنسان أن يتحمل ذلك. ألسنة أحلى من العسل وقلوب أمر من الصبر، ألسنة أحلى من العسل وقلوب أمر من الصبر. جمال الكلام وحلاوته وبشاشة الوجه، ولكن قلب يتقطع ويتمزق من الغيظ، فليس ذلك والله من الإسلام في شيء.
فإن النفاق أن تظهر خلاف ما تبطن. أنا أقول أنني أحبك ولكن في الحقيقة أكرهك وأبغضك، بل لا أتمنى لقاءك. قمة الإجرام أما المسلم، أو قمة النفاق أما المسلم، فلسانه يعبر عن حبه ووجهه يعبر عن قلبه، فلا ضغينة ولا عداوة، ولكن أن يصل الأمر بنا أن نستعين بالسحر وما شابه ذلك من الأمور، فإن هذا والله قمة الإجرام، فإن هذا والله قمة الإجرام وقمة الكفر. وأقولها بملء فمي: إن السحر هو قمة الكفر، ومن يتعامل به كافر شرعا، ليس ذلك فيه شيء من وجه المبالغة أو من وجه المزايدة. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قال: صلوا عليه: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. عن اللي رايح للساحر، فما بالك بالساحر نفسه؟ أو نبي أو تقي أو ولي أو ممدود بمدد خصه الله دونا عن الخلق فأعطاه الله من علم الغيب؟ كلا والله، لم يبق بعد النبوة، هذا يقول هذا صلى الله عليه وسلم، لم يبق بعد النبوة من شيء إلا الرؤية الصالحة يراها العبد أو ترى له، يراها العبد أو ترى له. لكن ما يحدث الآن قد آلم كثيرا من المسلمين، فأصبح أكثر من 90% من بيوت المسلمين تشكو من آثار السحر والسحر، وأصبحوا يستأصلون بهذا الأمر، يعمل لك ويعمل لخصمك ويضحك على الجميع، لأنه إذا كان قد كفر بالله، بما واحد يقول لك كفر بالله، هذا يصلي والله، وإن صلى وصام وسجد وقام ولو فعل ما فعل. لماذا؟ لأن الشيطان لا يدين لك إلا إذا كفرت بالله، باختصار إلا إذا عصيت الله. شوفوا الناس التي تتعامل مع السحر الأسود، يدخل بيوت النجاسة وبيوت الشياطين ليضع القرآن تحت قدمه والعياذ بالله، ويقدم الدعاء والتوسلات إلى الشيطان حتى يقضي حاجته. هذا يذل نفسه، أمور يعني والله يخاف الإنسان أن يتحدث فيها على منبر رسول الله. وأقول: دعوا هذه الأمور لأهلها، فهم لا يحبون من يتحدث عن هذه الأمور، فهم يتخذون من يتحدث عن هذه الأمور عدوا وخصما لدودا. وأنا قد استودعت نفسي أمانة بين يدي الله، لأن هؤلاء لا تأمنهم على أقربائهم، فكيف تأمنهم على من لا يلوذون لهم بقرابة؟ يؤذوا أقرب الناس إليهم، لأن الله قد أعمى بصرهم وختم على بصيرتهم. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا ليتنا استعنا بساحر في إصلاح حالنا، يا ليتك رحت أو ذهبت لساحر عشان يبني لك بيت أو يوظف لك ابنك، أو أن السماء تنخرم وتنزل عليك من المال،
أو يحولك من الفقر إلى الغنى أو يجعلك رجل محترم في المجتمع، لكننا لا نذهب إلا لنخرب البيوت، لا نذهب إلا لنخرب البيوت فقط. نطلق واحدة من زوجها، امرأة تتزوج فلا تجد سعادة في بيتها، ينظر إليها زوجها فيراها قردا أو شيطانا. هذا اللي احنا شاطرين فيه. نحرم الناس من السعادة التي من الله بها عليهم. لا يسعد بزوجه ولا يسعد بأولاد، وبنات لا تتزوج، وإن خطبوا يتم التفريق بينهم، وإن تزوجت تطلق بعد شهر أو شهرين. هذا ما يفعلوه. ربنا يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الولد ينجح في الثانوية وما شاء الله يأتي بمجموعة عالية، سيدخل الطب، يدخل الطب فلا يحصل على أي مؤهل. لماذا؟ حسدوا. الحسد والسحر قرناء، الحسد والسحر قرناء. العين حق، فلو كان هناك شيء يسبق القدر لسبقته العين. إن العين أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر. إن العين أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين، وبارك الله في جميع الحاضرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسلاما على النبي المصطفى وبعد. أيها الإخوة الأفاضل، إن الدين الإسلامي هو مكارم الأخلاق أو مبني على مكارم الأخلاق. فما جاء الإسلام وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل رسالة واحدة حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا من أجل مكارم الأخلاق، وإلا من أجل رسالة وهي إتمام مكارم الأخلاق لهذه الأمة. فتعرفون ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جاره اليهودي حين كان يضع القاذورات والأوساخ أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة خرج صلى الله عليه وسلم من بيته فلم يجد ما اعتادت عينه أن تراه من أذى أمام بيته. تعجب: لماذا لا توجد القاذورات التي أراها أمام بيتي دائما؟ فسأل فعلم أن اليهودي قد مرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاده، فكان ذلك سببا في دخول اليهود في الإسلام. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتى إليه ليقدم له تقرير في رجل قد دخل مدينة رسول الله وأشهر سيفه ويريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمسك به عمر فربطه في سارية المسجد، ثم دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم:
فكوا رباطه، ثم قال أطعموه واسقوه. ثم قال النبي للرجل ألا تدخل في الإسلام؟ عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأدب وبأخلاق، قال له ألا تدخل في الإسلام؟ فقال الرجل والله لا أدخل أبدا في الإسلام. فقال له النبي اذهب فأنت حر لوجه الله، اذهب فأنت حر لوجه الله. فلما خرج الرجل وتأمل ما هذه الأخلاق، ما هذا الأدب، ما هذه الرفعة، فلما خرج من المدينة عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي ما الذي عاد بك؟ أجئت بنفس النية التي جئت بها قبل ذلك تريد قتل رسول الله؟ فقال الرجل يا رسول الله والله أبدا، ولكنك عرضت علي الإسلام فأبيت، وخفت أن يقول الناس أنني أسلمت خوفا ورعبا من قتلي، لكنك حين أطلقت سراحي فإني أصبحت حرا لوجه الله، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بالأخلاق انتشر الإسلام، بالأدب انتشر الإسلام. هذا رد على من يدعون وينشرون ويريدون أن يقولون أن الإسلام قد انتشر بالسيف. كلا والله، انتشر الإسلام بالأدب. أما الآن وأما في زماننا الحاضر فأصبح إذا بنى أحدنا بيتا يصيب الناس الحقد والغل والحسد. إذا ما رفع الله قدر أحدهم اشتاطوا غيظا لذلك، فليس ذلك والله من الإسلام في شيء. فاللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا وأن تجمعنا على الحق يا رب العالمين. اللهم إني داع فأمنوا، اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف اللهم مبتلانا وفك قيد أسرانا، وعليك اللهم بمن ظلمنا وآذانا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سجونهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا الأسرى في سجون المحتلين اللهم فك قيدهم، اللهم احسن خلاصهم وآنس وحشتهم واكشف كربتهم. اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى محررا يا رب العالمين، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، ارزقنا فيه صلاة الفاتحين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا وحافظا وأمينا وحسيبا وكفيلا. اللهم اجبر ضعفهم وقوهم على أعدائهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم أعزهم ولا تذلهم. اللهم إنا نستودعك إياهم يا من لا تضيع ودائعه، نستودعك اللهم إخواننا المستضعفين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم جميعا.